ديجافو هو داك الإحساس الغريب اللي كيخلينا نحسو أن اللحظة اللي عايشينها دابا سبق ووقعت قبل. لكن شنو السبب الحقيقي وراء هاد التجربة؟ من الناحية العلمية الأبحاث تشير أن الأمر مرتبط بالدماغ. عندنا نظامين للذاكرة، الأول كيسجل الأحداث وهي كتوقع، أما الثاني فكيتكلف بخزنها كذكريات. أحيانا كيوقع خلل بسيط أو تأخير جد صغير في التواصل بيناتهم، فكيتم تسجيل اللحظة الجديدة بحال إلا كانت ذكرى قديمة. وهنا كيجي داك الإحساس وكأنك هاد اللحظة اللي انت كتعيشها دابا فايت وعشتيها من قبل، ولكن في الواقع هذه أول مرة انت كتعيشها. الفلاسفة عطوه تفسيرات مختلفة. أفلاطون مثلا كان كيشوف أنه مرتبط بذكريات الروح من عوالم سابقة، في حين فلاسفة معاصرين كيشوفوه مجرد خلل إدراكي كيخلينا نطرحوا أسئلة عن طبيعة الزمن أو الوعي. أما الأديان فمواقفها مختلفة. في الإسلام ما كايناش نصوص مباشرة على الديجافو، ولكن بعض العلماء فسروه كجزء من القدر المكتوب أو مجرد وهم من عمل الدماغ. المسيحية كتعتبر تجربة إنسانية طبيعية ضمن مخطط إلهي. أما في الديانات الشرقية كيتفسر على أنه تذكر لحيوات سابقة نتيجة تناسخ. في النهاية سواء شفناه من زاوية علمية فلسفية أو دينية، كيبقى الديجافو واحد من الألغاز اللي كيعكس ضعف إدراكنا للزمن وتعقيد دماغنا.